مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. تقارير صحفيه تؤكد بان عمر فادي يرغب بالاستمرار في الملاعب الاوروبيه لمواصله رحله الاحتراف ويرفض الانضمام للاهلي في الوقت الحالي، وذلك بعدما اجرى مسؤول الاهلي عده محاولات مع اللاعب من اجل ضمه خلال فتره انتقالات يناير بعدما ابدى يستر باعجابه الشديد بامكانيات اللاعب، واتجاهات قويه داخل الاهلي للتحرك نحو مدافع اخر من الدوري المحلي بعدما تعثرت المفاوضات مع عمر فايد. الفحوصات الطبيه المبدئيه التي اجراها احمد نبيل كوكا اظهرت اصابه اللاعب بشد في العضله الضامه، وسيجري اشعه طبيه اخرى اليوم لتحديد حجم الاصابه ومده غيابه عن الاهلي، وبرنامج علاجي وتأهيل مكثف ينتظر اللاعب بعد ظهور الإشاعة اليوم من أجل التعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق مجددا. بيراميدز يدخل في صراع قوي مع الاهلي لضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت خلال فتره انتقالات يناير القادمه، وذلك بعدما تقدم النادي السماوي بعرض رسمي لنادي بتروجيت ومحاولات مكثفه من جانب مسؤولي لاغراء اللاعب بالانضمام لهم خلال فتره انتقالات يناير. ومصدر يؤكد بان كل المبالغ المتداوله بشان قيمه صفقه حامد حمدان والتي وصلت 70 مليون جنيه لا اساس لها من الصحه وعباره عن اجتهادات صحفيه، لكن الاهلي وبيراميدز تقدموا بعروض رسميه لنادي بتروجيت لضم اللاعب وسط حاله من الصراع الكبير بين الناديين من اجل الحصول على خدمات حامد حمدان خلال فتره انتقالات يناير القادمه. المصري البورسعيدي ينفي كل ما يتردد حول دخول النادي الاهلي في مفاوضات لضم خالد صبحي مدافع الفريق والمنتخب خلال فتره انتقالات يناير القادمه، ويؤكد بان اداره نادي المصري البورسعيدي لم تتلقى اي عروض رسميه او حتى شفهيه من جانب مسؤول الاهلي بشان التعاقد مع خالد صبحي في يناير. ومصدر داخل نادي المصري البورسعيدي يؤكد بانه لا توجد اي نيه للتفريط في خدمات خالد صبحي في حال تقدم الاهلي باي عروض رسميه خلال الايام المقبله. حسام عاشور نجم الاهلي السابق يؤكد عن سعادته الكبيره بالعوده للعمل داخل النادي الاهلي مجددا، وذلك بعد تعيينه مدير لاكاديميه النادي بالتجمع الخامس، ويؤكد بان هذا الخطوه تمثل بدايه جيده في مسيرته داخل بيته والذي تربى فيه كرويا، ويتوجه بالشكر لمجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على الثقه والدعم الذي يلقاها منذ عودته للعمل داخل النادي، ويتقدم بالاعتذار لجماهير الاهلي على ما بدر منه بعد مغادرته للنادي، فيؤكد بان الاخطاء وارده لكن بيتحمل مسؤوليه ما بدر منه. مفيش حد ما بيغلطش، واللي عملته بعد الاعتزال كان غلط واعتذرت عنه وبعتذر تاني للنادي الاهلي ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وجماهير الاهلي، فجمهور الاهلي خيره عليا وبيحبني ومفيش حد اثر معايا في اي حاجه، وللمره المليون بشكر الكابتن محمود الخطيب وبقول له ان شاء الله هجتهد عشان اشرفك في اختيارك ليا، وانا حاسس ان اتولدت من جديد بعد عودتي للنادي الاهلي. وفيما يخص عودته للاهلي فيؤكد بانه تلقى اتصال من الكابتن محمود الخطيب عشان يطمئن عليه بعد الوعكه الصحيه الذي تعرض لها مؤخرا، ثم تواصل مع الكابتن محمود الخطيب بعدها بفتره وابلغه بالتواجد بفرع النادي في الشيخ زايد لتولي مهام مدير اكاديميه النادي بالشيخ زايد. فعودتي للاهلي اعادت لي الثقه والاستقرار مجددا. مصدر بالاهلي يؤكد بان اداره الكره بالنادي رفضت فكره الدخول في مفاوضات باي شكل من الاشكال مع ثنائي الزمالك محمد السيد وحسام عبد المجيد من اجل التعاقد مع الثنائي خلال المرحله القادمه، ويؤكد بان هناك تعليمات واضحه من جانب مسؤول الاهلي بعدم الدخول في اي مفاوضات مع اي لاعب لحين انتهاء عقده تماما مع نادي سواء الزمالك او اي نادي اخر، وذلك بعدما اكد الكابتن محمود الخطيب وشدد على كل المسؤولين عن كره القدم بالاهلي بعدم الدخول في اي مفاوضات مع اي لاعب مهما كان اسمه الا بموافقته على الانضمام للاهلي في القنوات الرسميه. ومصدر بالاهلي يؤكد بان هناك بعض الوسطاء تحدثوا مع مسؤول الاهلي عن امكانيه التفاوض مع محمد السيد الذي ينتهي تعاقده بنهايه الموسم الحالي مع الزمالك، لكن تم اغلاق الباب من جانب مسؤول الاهلي بتاجيل الامر لنهايه تعاقده مع الزمالك واذا كان لديه رغبه حقيقيه بالانضمام للاهلي. ويؤكد بان الاهلي يرفض فكره التفاوض مع حسام عبد المجيد في الوقت الحالي خاصه وان عقده ممتد لنهايه الموسم المقبل مع الزمالك. هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد بأن استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية حتى عام 2038 تتضمن أهداف واضحة ومحددة وتستند إلى رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الكروية على المستويين القاري والدولي،
ويؤكد بأن تأخير الإعلان عن استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية جاء انتظار الإعلان الرسمي والمنظم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بشأن النظام الجديد للبطولات والذي كان محل دراسة ومتابعة دقيقة بحكم عضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأكد بأنه يتضمن التكامل والتوازي بين الاستراتيجية الوطنية والنظام المحلي من جهة والنظام الدولي من جهة أخرى. وسيتم إجراء تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية مع إعطاء الأولوية لإعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، وذلك وفقا للأساس الفني والمنظومة الحديثة. ويؤكد بأن الخطة الجديدة جاءت بعد جهد جماعي تشارك فيه أجهزة الدولة المختلفة والذي ممثلة في وزارة الشباب والرياضة إلى جانب الجهات المعنية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير كرة القدم المصرية وتحقيق طموحاتها القارية والدولية. مصدر مقرب من حامد حمدان يؤكد بأن في الوقت الحالي بيراميدز الأكثر جدية في المفاوضات مع اللاعب لضمه في يناير القادم، ويؤكد بأن بيراميدز بيكثف مفاوضاته مع نادي بتروجيت للتواصل لاتفاق نهائي بعرض مالي جيد من أجل الحصول على خدماته، وذلك هناك قبول كبير من جانب إدارة بتروجيت بقبول العرض المقدم من نادي بيراميدز. مصدر بالأهلي يؤكد بأن الأهلي سيفتح جولة من المفاوضات خلال الأيام القادمة مع نادي بتروجيت من أجل حسم التعاقد مع حامد حمدان بعدما ارتبط اسم اللاعب بالعديد من الأندية مؤخرا. ويؤكد بأنه سيكون هناك جلسة حاسمة من جانب مسؤول النادي الأهلي مع مسؤول نادي بتروجيت خلال الأيام القادمة من أجل حسم الصفقة، وذلك بعدما تمسك ياس تورب بشكل كبير بضم اللاعب في يناير القادم بعد تألقه مؤخرا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب. الكاف يعلن رسميا إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 أعوام بدلا من كل عامين بعد النسخة القادمة في عام 2028، وسيتم إطلاق بطولة جديدة للمنتخبات تسمى بدوري الأمم الأفريقية بالشراكة مع الفيفا تقام كل عامين في مواعيد الأجندة الدولية. تحفظات كبيرة من جانب مسؤول الأهلي على فكرة بقاء أشرف داري مع الفريق لرغبة النادي بالتعاقد مع مدافع أجنبي آخر، ومصدر بالأهلي يؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ رفض فكرة بقاء أشرف داري مع الفريق خوفا من تكرار إصاباته مجددا يربك حسابات الفريق في المباريات القادمة، ومحاولات من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعب من أجل إقناعه بخوض تجربة أخرى والرحيل عن الأهلي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في يناير القادم، وذلك حتى يتيح مكان في قائمة الأجانب داخل الأهلي حتى يقتدر النادي على ضم لاعب أجنبي آخر. الأهلي ينفي كل ما يقال بشأن الدخول في مفاوضات مع فيستون مايلي لاعب بيراميدز من أجل ضمه عقب نهاية تعاقده مع نادي بيراميدز في نهاية الموسم الحالي. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن كل ما يتردد بشأن الدخول في مفاوضات مع فيستون مايلي لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية، خاصة وأن النادي أولوياته التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير القادم وعدم الانتظار لنهاية الموسم. نادي المصري البورسعيدي يخطط لشراء عمر الساعي من الأهلي نهائيا بعد تألق اللاعب بشكل كبير مع النادي خلال مدة إعارته، ومصدر يؤكد بأن المصري البورسعيدي يستعد للدخول في خط المفاوضات مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات عمر الساعي نهائيا. تقارير صحفية تؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ يستعد للسفر إلى المغرب من أجل حسم التعاقد مع يوسف بالعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي خلال فترة انتقالات يناير القادمة، وذلك بعدما رفض وليد الركراكي المدير الفني المنتخب المغرب بالسماح للاعب بالسفر إلى القاهرة في الوقت الحالي في ظل ارتباط المنتخب المغربي ببطولة كأس الأمم الأفريقية. ومصدر يؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ يستعد للسفر للمغرب من أجل حسم التعاقد مع يوسف بالعمري والتوقيع على صيغة العقود بعد رفض وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب قدوم اللاعب للقاهرة. وبكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معنا كل جديد عن أخبار الأهلي.